عم حرام عليك يا عم. النهارده اخر امتحان ليا في كليه الطب. هلو صباح الخير. النهارده 7/12 اخيرا الساعه دلوقتي 6 صباحا. اخيرا وصلنا اليوم ده. النهارده اخر امتحان ليا في كليه الطب، وبصراحه جوايا كميه مشاعر كتير غير مفهومه بحاول ان انا اعبر عنها يعني حتى على الورق. ولكن الموضوع صعب. يعني انا دايما عندي مشكله في التعبير عن المشاعر، وخصوصا لو انا مطالب ان انا اعبر عن المشاعر دي قدام حد او قدام كاميرا بالشكل ده. بحس ان انا كده بستك ومش بعرف اقول ايه. النهارده انا حبيت ان انا اطلع من بيتي، وخصوصا ان انا امبارح اصلا كنت في اسكندريه، فجيت من اسكندريه على البيت، ودلوقتي هطلع من البيت على اسكندريه. وده لان انا كان عندي تصور او عندي حاجه كده انا عايز احققها، ان انا اخر امتحان ليا في الكليه اطلع له او اتحرك له من البيت. زي ما طول عمري متعود ان انا بروح المدرسه طالع من بيتي على الامتحانات بتاعتي في المدرسه او ايا يكن، يعني بشوف والدي ووالدتي قبل ما اطلع. فحبيت ان النهارده اخر امتحان ليا في الكليه تماما ان انا انفذ الموضوع ده. فبس يعني في بالبيتيشن هنا شغال، فان شاء الله يكون يوم سعيد. لسه واصل اسكندريه حالا، وبصراحه انا حاسس ان انا في حلم جميل. يعني لحد دلوقتي لسه مش مستوعب، او انا في المواصلات عمال ابص على البيسبول اللي انا لابسه وخلاص، يعني اخر يوم. فالحمد لله، والله الحمد لله على فضل ربنا وكرمه. اخر لجنه امتحان في المسيره التعليميه. طبعا يعني مش اخر زنقه ولا حاجه، بس هنعتبر ان دي اخر زنقه. نورين رجاله حبيبي. الحمد لله. هو انا يعني دايما اسمع عن الفايبس في اخر يوم امتحانات عندنا في الكليه، ورغم ده ما حضرتهاش ولا مره، رغم ان انا في السنه الاخيره، ولكن ما كنتش متخيل ان الفايبس بالشكل ده. احلى مسا يا زوز. لسه ما بدأناش. لا يعني قدرا سبحان الله في نفس المكان اول ما دخلت الكليه. يعني كنت طبعا باين عليا ان انا في سنه اولى وبسال على حاجه، ولسوء حظي سالت مجموعه شباب في سنه 6. قعدوا يقولوا لي يا ابني انت بتعمل ايه هنا؟ انفد بجلدك كهرب ولا حاول اسنان بجد؟ يعني عارف، وكانوا بيتكلموا بجد. فيعني الحمد لله رب العالمين ان احنا بعد الفتره دي كلها ما تعدي نبقى واقفين في نفس المكان، واحنا يعني انهينا الرحله. والله عامل ايه يا احمد؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. هاي فرحه ما تنوصف بعد. هشام وعبد السلام رفقاء السكن، يعني اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى وفضله كان لهم فضل كبير جدا جدا في ان الانسان يبقى انسان احسن، سواء في علاقته بربنا سبحانه وتعالى او حتى في المذاكره، في جوانب كثيره جدا. يعني انا ممتن ان ربنا سبحانه وتعالى حطكم في طريقي عشان ابقى احسن، والله العظيم يعني. يا رب اللهم امين. يعني ودايما كده مع بعض وبنتشارك الخير يعني ان شاء الله. يلا بقى ناخدوا سيلفي. لازم نقعدوا نوثق كده بعض اللحظات الجميله يعني للذكرى. هتبعتوا لي؟ هبعتوا لك، ده ممكن ينزل فلوج دايركت. الحقيقه ان فتره الكليه كانت فتره صعبه جدا عليا، يمكن تكون اصعب فتره مرت عليا في حياتي. قبل الكليه انت موجه، انت عارف راسك من رجليك، تبقى انت عندك محتوى او منهج معين بتحفظه من الجلده للجلده، بتخش تطلع الاول حلو زي الفل قوي. تخش بقى الجامعه، عالم جديد، دنيا مفتوحه، تجارب جديده بتجربها، بتحاول تكتشف ذاتك، بتصطدم بصدمات، صدمه يمين صدمه شمال. فزي ما دكتور عماد دشتاد عثمان كان بيشبه الموضوع ده، بيقول انت قبل الجامعه كان في حاله من السيرتينتي، من اليقينيه. الحاله دي ما عادتش موجوده في فتره الجامعه، فده بيأثر بشكل كبير جدا. لكن الانسان يعني متاكد وبيحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل العقبات اللي مر بيها، عشان فعلا هي اللي كانت سبب في اني اكتشف او ان انا افهم جزء من ذاتي على الاقل، وان انا اتعلم المهارات اللي انا اتعلمتها. يعني انسان ممتن حقيقي يعني. اخيرا الحمد لله. الحمد لله. هنلفه كده. حلو حلو حلو. ماشي يلا بينا. لا العكس العكس. بس بسادة انا باخد المومنتم كده يعني كده. يلا بينا بالراحه ده جامد. انا عندي حاجه في المسامي. يلا بينا يلا واحد. امسك معايا كويس، امسك كويس. بس معايا عدل. 1
2 3. يا عم حرام عليك يا عم. جميل قوي.